السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده شطبنا الركنة اللي قدامكم دي. طبعا ديت كانت متنجدة قبل كده فاحنا فورناها وكانت صغيرة، فالعميل حب اللي هو يكبرها عشان نقل الغرفة بتاعته أو نقل شقة تانية فكبرناها له. طبعا كان فيها سرير، طبعا السرير بتاعها كبرناه برضو. طبعا السرير درج ليه ملل مش ميكانيزم، لأن هي خشب بقالها فترة زمان يعني، فعدلناها. غير الاول، كانت الاول الدراع دوت العرض دوت كان ماشي كله ميه واحده، فخلينا بقى فيه الظهر بتاعه عالي ورفيع عشان خاطر العرض دوت ناخدوه في الشلته ديت تبقى القعده بتاعته مريحه وطريه. طبعا زي ما انتم عارفين الخامات اللي انا بحطها خامات العاليه. السفنج دوت كثافه 48 ماشي، غير اللي هو ال 45 ده في شركه تانيه. ما ديت في شركه دلتا، يعني دي شركه صناعات التانيه لكن ما بقتش تنزل قد كده، فديت شركه تانيه غير اللي هي اللي انا باخد منها 45. لكن هما الاثنين يعتبروا مستوى واحد بالنسبه لي، مع ان ديت 48 تمام. طبعا الشغل كله بسوست، والقماشه بتاعته عشان لو حد بيسال على القماشه ديت كتان. طبعا القماش المحطوط دوت ده الكوشنات اللي هي هتبقى على الركنه. ويا ريت ما تنسوش المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.